الأهلي يؤكد صعوبة التفريط في مروان عطية في يناير مهما كانت الإغراءات المالية، وذلك بعدما وصلت بعض الاستفسارات من أندية خليجية عن إمكانية بيعه، وعرض بعض الأندية عروض مبدئية تصل ل 3 و4 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب. العرض الرسمي من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وصل الأهلي، وتفاصيل العرض إعارة 6 شهور لبرشلونة بنية الشراء النهائي نهاية الموسم. هدف تريزيجيه في الجيش الملكي المغربي أفضل أهداف الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. حسين الشحات الموقف زي ما هو، مفيش جديد في ملف التجديد، وحسين تعافى من الإصابة بشكل كامل وبقى جاهز لمباريات كأس الرابطة مع النادي الأهلي، وده طبعا على حسب رؤية مجلس الإدارة سواء بالتجديد مع النادي الأهلي لأنه غايب بقاله فترة طويلة. اتصالات ودية بين الأهلي والرجاء المغربي بشأن الظهير الأيسر يوسف بالعمري، ومحاولات لإقناعهم بالحصول على خدمات أشرف داري ضمن الصفقة لرغبة النادي في التخلص من اللاعب. المنتخب المغربي يستبعد أشرف بن شرقي من قائمته لكأس العرب بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، واللاعب يعود للقاهرة لتنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي. بعض لاعبي الأهلي الغير منضمين للمنتخب هيشاركوا في كأس الرابطة أمثال محمد سيحة وأحمد رضا وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وجراديشار وأشرف داري ومحمد شكري وبعض اللاعبين الشباب. الأهلي يترقب عودة أشرف بن شرقي الخميس القادم لبدء التأهيل من مزق العضلة الخلفية. النادي الأهلي بدأ بالفعل مفاوضات تجديد عقد أليو دينج بعد المباراة الإفريقية مباراة الجيش الملكي المغربي، والأهلي عرض 1,250,000 دولار في حين ديانج طلب 2 مليون دولار، وده بناء على العروض اللي بتجيله من بره. الفجوة بين العرضين كبيرة، عشان كده الأهلي بيفكر يأجل المفاوضات لما بعد كأس الأمم الأفريقية. وإذا تمسك ديانج بال2 مليون دولار ستفكر الإدارة جديا في رحيل اللاعب في يناير المقبل. المنتخب الوطني الثاني يفرط في نقطتين في غاية السهولة أمام الكويت ويتعادل بنتيجة إيجابية 1-1 في مباراة تفنن فيها لاعبي المنتخب في إضاعة الفرص السهلة وإضاعة ضرب الجزاء من اللاعب عمرو السولية. سيطرة تامة للمنتخب ولكن بلا فائدة، إضاعة فرص سهلة بالجملة أمام فريق في المتناول جدا، ويخرج من الشوط الأول خاسران 5 على الأقل من منتخب مصر. وكادت أن تعاقبهم كرة القدم بفوز منتخب الكويت في أولى مباريات كأس العرب أمام منتخب مصر لولا الحارس مرمى منتخب الكويت الذي تسبب في ضرب الجزاء ليسكنها محمد مجدي قفشة في الشباك، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. يستعد المدير الفني للنادي الأهلي يستروب للعودة للقاهرة يوم الخميس المقبل استعدادا لمباريات بطولة كأس الرابطة. هانوفر يسعى لضم الموهبة المصرية بلال عطية الذي تألق في كأس العالم تحت 17 سنة وسط منافسة قوية مع شتوتجارت. معسكر منتخب مصر ينطلق غدا الخميس في الساعة 1 ظهرا استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا وديا قبل كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعدما رفض النادي الأهلي انضمام لاعبيه الدوليين اليوم للمعسكر، ويتمسك بحصولهم على يوم راحة إضافي بسبب حالة الإرهاق التي سيطرت عليهم الفترة الأخيرة. المباراة المقبلة لمنتخب مصر بكأس العرب أمام الإمارات يوم السبت المقبل 6 ديسمبر الساعة 8:30 مساء. ومحمد شريف قدم اعتذارا لحلمي طولان مدرب منتخب مصر على ما بدر منه خلال مباراة الكويت، والمدرب يحذره من تكرار الأمر. حازم إمام نجم الزمالك السابق يتوقع استبعاد حسام حسن محمد صبحي حارس الزمالك من قائمة المنتخب النهائية لكأس الأمم الأفريقية، الاكتفاء بمحمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد الشناوي ثنائي الأهلي وبيراميدز. يتوقع أيضا أن يستبعد حسام حسن مصطفى فتحي ومحمد شحاتة ومحمود صابر وأسامة فيصل لتكون القائمة 23 لاعب فقط. ويؤكد أن إمام عاشور من الصعب أن يخرج من القائمة لأنه لا يوجد لاعب أفضل منه رغم عدم جاهزيته بشكل كامل. وائل جمعة يؤكد أن تعادل منتخب مصر أمام الكويت هو تعادل بطعم الهزيمة، خصوصا أنه كان هناك سيطرة كبيرة على مجريات المباراة. ويؤكد أن البدء بمحمد شريف لم يكن موفق من حلمي طولان، وتغيير اللاعب تأخر كثيرا، وكان لابد أن يتم تغيير محمد شريف من بداية الشوط الثاني ونزول مروان حمدي الذي قدم مستوى أفضل بكثير من محمد شريف. ويؤكد أن المنتخب الوطني ما زال يعاني من نفس نقطة الضعف التي تعاني منها أغلب الفرق المصرية وهي الكرات الثابتة والركنية. ويؤكد أن مباراة اليوم لابد أن تكون درس للاعبين خصوصا فيما يتعلق بإضاعة الفرص السهلة، لأنه يمكنهم الخروج من المباراة بالفوز بنتيجة كبيرة، وخصوصا أن المنتخب الكويتي هو أقل منتخبات المجموعة وكان في المتناول اليوم، ولكن دايما كرة القدم تحترم من يحترمها، ولا بد أن يتعلم اللاعبين من هذه المباراة ويقف الجهاز الفني عندها كثيرا. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.